هاي، انا وصال. في حلقة النهاردة هتكلم معاكي عن ازاي تعرفي البنت الكومبيتيتور ليكي او البنت المنافسة. عادة البنت دي بتكون صاحبتك، هي بنسبة 100% بتكون قريبة منك، لان هي بتكون عارفة كل حاجة عن حياتك وبتبقى قادرة تشوف ايه الحلو اللي فيكي، عشان كده مش بيريحها خالص ان هي تشوفك بتكبري او بتلمعي. فانا النهارده جايه اقول لكم ازاي تعرفي البنت الكومبيتيتور دي، وازاي تتعاملي معاها، وازاي تقدري تحمي نفسك من الشخصيات اللي زي كده ان هم يقربوا منك. حلقه النهارده للبنات اكتر ما هي ان جنرال، وانا بقالي اكتر من 6 شهور مش بعمل اي فيديوز للكونتنت بتاعي ولا بنزل اي حاجه. بس انا النهارده قررت اني اقوم اعمل عن موضوع بيزك قوي، مش معقد زي المواضيع اللي قبل كده. اهم حاجه ان انا خدت الخطوه وقدرت ارجع للكونتنت بتاعي تاني. مش مركبه مايك ومش ههتم بالاديت المره دي، انا بس حضرت الكلام في دماغي. just warming up، بس بسخن لحد ما ارجع تاني زي الاول. ف let's get started ونبدأ، واقولك ازاي تعرفي البنت دي منافسة ليكي او بتغير منك او لا. هي ليه اصلا اتسمت competitor؟ عشان انتي كل حاجة بتوصل لها هي بتكون نفسها تحققها بس مش عارفة ازاي، وعمرها ما هتعرف ازاي by the way، لان اي انسان بيركز على غيره مش بيركز على نفسه هو finally مش بيوصل لأي حاجة. فتعالي كده اقولك ازاي تعرفي البنت الكومبيتيتور اللي في حياتك بتعمل ايه. اول حاجة بتحاول تقلل من انجازاتك. ركزي في الجملة دي كويس قوي. اي انجاز انت بتعمليه في حياتك البنت دي بتتجاهله او بتقلل منه. وهنا عايزاكي تاخدي بالك من حاجتين. في الكومبيتيتور الكلاسيك اللي هي بتبان من اول موقف، وفي الكومبيتيتور الذكية. واغلبنا بيقابل الكومبيتيتور الذكية دي اللي هي بتبقى وهماكي انها بتحبك وصاحبتك وعارفة المداخل بتاعتك كويس، وغالبا انت بتكملي معاها لان بيبقى في بينك وبينها كيمستري، يعني بتعرفوا تضحكوا سوا. بتعرف المداخل بتاعتك، يعني بتعرفي تقضي معاها وقت حلو. فالبنت الكومبيتيتور الكلاسيك دي من اول لقطة معاها انت بتفهميها. يعني ممكن تبقي انت رايحة فرح لابسة فستان، تلاقيها بعد اسبوع راحت فرح ولبست نفس الفستان بنفس كل حاجة لبستك انت وراحت، يعني عملت كوبي لكل حاجة فيكي وراحت. فدي بتبقى باينة، يعني دي صريحة قوي واسمها الكلاسيك. اما الذكية بتحاول تقلدك بطريقة غير مباشرة، وغير ان هي بتحاول تقلدك هي بتحاول تدم يور لايت او تطفي نورك. اي بنت بتكون مركزة على نفسها البنت دي بشكل او باخر بيكون عندها جلو او لمعة، والجلو او اللمعة دي ملهاش علاقة بان انتي بتحطي ميك اب او لا، بتاكلي صحي او لا، هي بتبقى انرجي، طاقة كده بتطلع، بيبقى ليكي سباركل، يعني بتمشي كده بتلمعي. فالبنت دي بقى بتحاول تدم يور لايت. بتدم يور لايت ازاي؟ عن طريق ان هي بتقلل ثقتك في نفسك. طب بتقلل ثقتك في نفسك مرة واحدة؟ البنت دي بتقلل ثقتك في نفسك gradually، عن طريق انك لما بتوصلي لحاجة او بتعملي حاجة ان شاء الله حتى تطلعي الفضاء، هتقابلي منها تجاهل تام صريح مميت ملوش ادنى معنى. والتجاهل ده مع الوقت هيقلل ثقتك في نفسك، هيخليكي تحسي ان انتي مش بتعملي حاجة، وهيخليكي تحسي انك مش كفاية. وهتوصلي لطريق من طريقين، يا اما هتفضلي تقتلي في نفسك عشان تحسني وتطوري من نفسك عشان حاسه انك مش كفايه، يا اما مش هتعملي اي حاجه خالص. في الحالتين ثقتك في نفسك اتدمرت. فعشان كده لازم تخلي بالك من البنت دي. طب ازاي اعرف ان هي بتحاول تعمل كده او اي انجاز انا بعمله هي بتقلل منه؟ نفترض مثلا انتي اشتريتي عربيه مثلا، العربية دي يعني مش احدث موديل ومش اجمد حاجة في الدنيا، بس انتي بشغلك وبتعبك قدرتي تعمليها وتوصلي لها. هتلاقيها بتقولك انا بنت خالتي بتشتغل مش عارفة ايه كده، وتشيز حاجة مش هاي زي او مثلا مش نفس المستوى بتاعك، وجابت احسن منها في 6 شهور. عادة ده ما بيحصلش اصلا، بس هتلاقيها بتقولك ان في حد مش زيك اقل منك وجابها وعمل احسن من اللي انت عملتيه. هتلاقي دايما بتجيبها لك من الناحيه دي، ومش من ناحيتها هي، من ناحيه حد غريب عمل كده. فانت بينك وبين نفسك هتحسي انه طب
انا عملت ايه، ما انا برضو يعني انت فرحانه بالحاجه هتحسي انك لا في احسن منك. وعاده اصلا ما تعتمديش التفكير ده في حياتك. انت مهما عملتي في اي حاجه، لو قارنتي نفسك بغيرك هتلاقي الاحسن، هتلاقي دايما الاحسن. فانت ما تحاوليش تقارني نفسك باي حد. لو انت جميله في الاجمل منك، لو انت شاطره في الاشطر منك، لو انت مجتهده، لو انت بصي بتعملي ايه كده في الحياه هتلاقي دايما الاحسن منك. وكل ما توصلي الليفل هتحسي ان انت عايزه توصلي لاعلى منه، بس بشكل مجهد لنفسك. فانت قارني نفسك بنفسك، قارني نفسك دلوقتي بنفسك الشهر اللي فات او السنه اللي فاتت، وافرحي بالحاجه اللي انت تعبتي فعلا واجتهدتي عشان تعمليها في حدود قدراتك انت، مش في حدود قدرات الناس او نظرتهم ليكي. انت كده كده خارجه من الحياه دي من غير اي حاجه، مش هتستفيدي حاجه لما تتعبي او حد يضايقك او يعني يقلل ثقتك في نفسك. فدي اول حاجه بتعرفي منها البنت الكومبيتيتور ليكي بتقلل من انجازك. تاني حاجه بتحاول تكوبي الحاجات اللي انت بتعمليها. ازاي؟ نفترض ان انت عندك موهبه، بتحبي ترسمي، رسامه، عندك بيج على تيك توك عليها مثلا 4000 فولور، الناس هناك بتدعمك وبيحبوكي وانتي بتحبي الحاجه اللي انتي بتعمليها. out of nowhere هتلاقي البنت دي فجاه بقى عندها موهبه وعندها بيج على تيك توك، وفي نفس الوقت هي بتتجاهلك تماما وبتتجاهل الكونتنت بتاعك، لا لايك ولا كومنت ولا انتي اصلا عايشه. يعني هي فجاه بقى عندها موهبه. او لو انتي عندك هوايه، بتحبي مثلا تتعلمي سباحه، تتعلمي رمايه، تركبي خيل، اي رياضه، هتلاقيها فجاه هي كمان بعد ما كانت ما بتتحركش من السرير بقى عندها رياضه، وان هي بقت يعني خلاص الرياضه دي كل حياتها، وبتكوبي كل كلامك وكل طريقتك وكل تصرفاتك، وتحسي ان هي لبستك ومشي. وانا يا جماعه انا مش بتكلم عن البنت اللي بتشوفك انسبوا ليها، لا طبعا girls support other girls، وانتي ممكن تشوفي بنت محققه نجاح في حياتها وتديكي الهام ان انت تتشجعي وتبقي زيها او تبقي كويسه عموما. وفي بنت تانية يعني بتشوفك بتحس ان انت منافس ليها، بتكره الحاجه اللي عندك، وانا بتكلم عن النقطه دي. طيب ايه هي بقى تالت حاجه نعرف بيها البنت الكومبيتيتور؟ كانت ايه؟ نسيت. بتحاول تقلل منك قدام الناس. هتلاقيها دايما وانتوا مع بعض حاجة سكر وحاجة قمر واحسن وقت بيفرق في نفسيتك وثيرابي كده انت وهي لوحدكم، بس هتيجي تستغل اللحظة وانتوا قدام الناس وهتعمل فيكي حركة وحشة جدا جدا. يا اما هتتكلم على حاجة في شكلك وده most probably ان هو بيحصل، يا اما هتتكلم عن حاجة في طريقة كلامك او على حاجة في طريقة تفكيرك، هتلاقيها بتطلع اي حاجة تسخف منها عشان تطلعك قد كده. انا قلت بس 3 نقط بيزك قوي، في حاجات تانية كتير قوي تقدري تعرفي البنت دي بتحبك ولا بتكرهك. وهم ابرز النقط الهايلايتد ان هي بتتجاهلك، ان هي بتحاول تقلدك بشكل غير مباشر، وان هي بتقلل منك قدام الناس. طيب ازاي تعرفيها، قصدي ازاي تتعاملي معاها؟ البنت دي اول حاجة ما تركزيش معاها خالص. رقم 2 ابعدي عنها. انا عارفة ان في كتير مننا ما بيقدرش يبعد عن العلاقات التوكسيك في حياته، بس يعني مش تبقيش قادرة تتعاملي مع الوحدة او مش عارفة تكوني صحاب من اول وجديد، عشان كده بتضطري تستني في مكان مش مناسب. وانا فاهمة جدا الموضوع ده، يعني انا كنت زمان بشجع الناس اللي بتعمل كده، بس انا اتحطيت في الموقف ده واستنيت قبل كده في علاقات توكسيك كتير لمجرد ان انا مش عايزه احس ان لوحدي. الفيديو خلص فقلت اكملك في بارت تاني. زي ما قلتلك the quicker you end up this relation the less you can get hurt. يعني كل ما سرعتي ان انتي تنهي الريليشن شيب التوكسيك دي كل ما كان نسبة الألم أقل. ف it's better to get a small wound than getting a stab in your back. يعني الأحسن انتي تخرجي من العلاقة دي متخربشة خربوش صغير عن انتي تاخدي طعنة في ظهرك، لأن كده كده الريليشن شيب دي هتنتهي، يعني كده أو كده تنتهي، دلوقتي بعد 10 سنين بعد 20 سنة هي هتنتهي. أنا كل ما كنت بستنى أكتر مع ناس مش بيقدروني أو مش بيحبوني، كل ما كنت باخد الألم على وشي يعني محترم، يعني كنت باخد بالقلم حرفيا. كل ما كنت بستنى كنت بفتكر ان هما يتصلحوا ان هما يتعدلوا، وانا كنت ببقى خايفة ان ابقى لوحدي ومش قادرة اواجه مشاعر كتير مع نفسي. بس بصراحة انا كنت غلط جدا، يعني انا خدت بالقلم على وشي بمعنى الكلمة. تاني حاجة تعمليها عشان تتجنبي البنت الكومبيتيتور انك تركزي على نفسك وما تركزيش معاها خالص. لو ركزتي معاها هتسحب طاقتك وهتنقل النيجاتيفيتي او التوكسيسيتي اللي جواها دي ليكي، وانتي كل اللي انتي عايزاه ان انتي تفضلي جلوي وانرجيتك
وبتعملي الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها من غير ما حد يأثر عليكي. فعشان كده شيلي الفوكس بتاعك خالص من عليها، سويتش يعني على نفسك هو بس. تالت حاجة ودي الأهم، اوعي 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 تخلي يكون بينها وبين الشخص اللي في حياتك اي كونكشن. بصي، موتي ادفني نفسك ولا ان يبقى بينها وبين الشخص اللي في حياتك اي كونكشن. ما تبقيش غبيه وتمري بالسيناريو القديم اللي اتهرس في 500 فيلم قبل كده، بتاع انا عايز اصالحكم على بعض، طب هاتي رقمه، طب هاتي الاكونت بتاعه. ما تخليهاش اصلا تعرف انه عنده اكونت. يعني هو انسان بدائي، ما يعرفش يعني ايه تليفون، ما يعرفش يعني ايه تلفزيون، ما يعرفش يعني ايه حياه. ما تقولهاش اي حاجه عنه اصلا، يعني ما تحكيلهاش اي حاجه عن الشخص اللي في حياتك. لا تديها الاكونت بتاعه، ولا تديها رقمه، ولا تحكي لها عن اي مشكله بينك وبين الشخص ده، ولا تحكي لها عن بيتخانق معاكي ليه، ولا بيحب ايه فيكي، ولا ما بيحبش ايه فيكي، ولا عمل ايه النهارده، ولا زعلتي منه في ايه، ولا ايه اللي بينرفزك منه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. لان انتي لو عملتي كده انتي حرفيا بتمهدي لها الطريق لاجمل قصه حب هتعيشها في حياتها مع الشخص اللي كان في حياتك. اقسم بالله انا ما بقولش كلام اوفر، بس وحياة ربنا ده اللي بيحصل. اي واحده بتبقى كومبيتيتور ليكي ونفسها توصل لاي حاجه انت عايزاها، هي مش بيبقى نفسها في الشخص اللي في حياتك، لا هي بيبقى نفسها تبقى انتي. فانتي شامل الشخص اللي في حياتك، سواء خطيبك، جوزك، شخص مرتبطه بيه. وتعليقا على جزء خطيبك، يعني برضو مش معنى ان انتوا خلاص announcement ان انتوا في علاقة رسمية ان انتي وهو تنزلوا صوركوا وان هي تشوف الصور دي وتشوف قد ايه انتوا علاقة حبكوا فظيعة ومفيش منها اتنين في الوجود. لا، وما ينفعش اصلا يعني اي حد في الناس يشوف علاقتك بالشخص اللي بتحبيه عاملة ازاي. لو خطيبك عندكوا في البيت وانتوا عاملين عزومة مثلا وجايبة كل قرايبكوا وكده، اوعي اوعي عقلك يقولك تيجي تقعد معانا. اوعي تتغابي وتعملي حركه زي كده، اوعي هي تشوفه وتجتمع بيه ابدا ابدا. بصي، اي حاجه في الدنيا تحصل ان هي تجتمع بيه خالص. انا بقول الكلام ده علشان انا شفت ناس صحابي اقسم بالله عايشين اكتر حياه مأساوية في الدنيا بسبب ان صاحبتها اللي كانت بتحس ان هي توكسيك وان هي بتحبهاش راحت خدت الولد اللي هي بتحبه ومخطوباله. وفي ناس اصلا يعني صاحبتها خدت جوزها. يعني اللهم احفظنا، يعني ربنا يا رب يحمينا من الحاجات دي. ف متخليهاش تقرب خالص من الشخص اللي في حياتك، ما تخليهاش تعرف اي حاجه عنه. حاولي على قد ما تقدري تكات هير اوف، اقطعي علاقتك بيها. وحاولي على قد ما تقدري ما تكونش عارفه لو انت بتشتغلي الانكم بتاعك. حاولي على قد ما تقدري ما تقوليهاش ان انت نفسك تسافري، ما تحاوليش تقولها على الفيوتشر بلانز بتاعتك خالص خالص خالص. ده لو انت مضطره ان انت تتعاملي معاها. دول اهم 3 نقط لازم تعمليهم علشان البنت اللي انت شايفه انها كومبيتيتور ما تاثرش على حياتك. وحاولي على قد ما تقدري تكوني حساسه لطاقه الناس. الاشاره اللي بتجيلك من حد، يعني عارفه لما يجيلك كده زي warning، اللي هو صوت كده ناقوس الخطر، اللي هو صوت كده جرس، الوارنينج ده بيجي جواكي. وانس انك تحسي الصوت ده جواكي من ناحيه حد، امشي، don't look back، ما تبصيش وراكي بجد. لان دايما احساسك بيكون صح. بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، بعد ايا كان الدوريشن، انت هتلاقي ان احساسك كان صح ناحية الشخص ده. يعني انت لو ما تأثرتيش بيها هتبقي زيها، والله هتبقي زيها. حتى لو انت شايفه نفسك بعيد دلوقتي، فانت هتبقي زيها في يوم من الايام. والجلو والسباركل بتاعك هيختفي بمجرد ما تمشي بس جنبها. يعني البنت دي والله هتديكي ستاب في ظهرك، هتديكي طعنه في ظهرك انت عمرك في حياتك ما كنتي هتتخيليها. حتى لو هي كيوت وجميله وبتقولك كلام حلو وسبورتيف احيانا، ما هي عمرها ما بتبقى سبورتيف anyways يعني. بس كده كده اصلا البنت الكومبيتيتور عمرها ما بتعرف تقول كلمه حلوه ليكي، وهتلاقيها دايما بتقول كلام حلو لناس تانية، وبتعرف تبقى توكاتيف، بتعرف تبقى سويت توكر. ممكن 70% من الناس اللي قابلتهم في حياتي كانوا كده. فعشان كده متخليش طاقة حد تأثر عليكي، تخليكي دايما حابة نفسك ومركزة مع نفسك وشايفة نفسك أحسن وأهم حد في الدنيا. اللي يكون في حياتك بيديكي حب جينوين، حاجة صادقة ليكي معاه. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. استنوني في حلقة جديدة، مش عارفة هتكلم عن ايه لسه، وإن شاء الله تكون موضوع كويس برضو. باي.